السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم نيستلي اللي كانوا طلبوه الاخوات بزاف بزاف، يعني راهو ساهل خير من تشري من برا. عندي كاس سكر وعندي كاس حليب وعندي ملعقه كبيره نشا وعندي ملعقه كبيره تاع زبده. واش ندير؟ نجيب طاوه ولا اي حاجه ما تلصقش ونحط فيها السكر. ها هي نحط لنا السكر، بسم الله، نخليه على نار هادئه حتى يذوب كامل. بعد ما حطيت السكر فوق النار على نار هادئه حتى يذوب مليح، واش ندير؟ هاد الملعقه تاعي تاع هذا السكر خلصنا منه، الملعقه تاع النشا هاهي نحط فيها بسم الله هكا شويه حليب من نفس الكاس اللي قلنا كيلو حليبه، ونخلطوها مليح حتى يروح هذوك التكتلات تاعها. هاهي سينو يخرج لنا في النستلي تاعنا، يخرج لنا فيه تكتلات، لازم نحيوهم مليح وما ننساوش على الكراميل تاعنا، ما ننساوش على السكر تاعنا اللي قاعد يذوب. نرجعوا ليه ها هو حتى يذوب خلاص السكر هذاك. انا مع الاول ما حركتوش، خليته هكاك برك السكر كي داب، ودرك وليت ندير بالملعقه. ها هو بسم الله نجيب الحليب تاعي بسم الله ونصبو غير بالعقل، راكم تعرفوا، وحركي وما تخافيش هكا يحركي، وعندك تحرقي راهي واعره. لازمش نحيدك منه باه ما يديرلكش هذيك الكعابر هذوك تاع السكر. هكا غير بشويه كيما راكم تشوفوا فيهم هكا، وخليهم يذوبوا مليح مليح راكم تشوفوا. ها السكر كان داير درك يذوب، نخليوه على نار هادئه خلاص. وما ننصحش بها البنات الصغار يقعدوا يتحرقوا، يعني ما تجيش ما تكونيش يعني هكا مصحصحه مكان. هاي خليوها هادي حتى تذوب خلاص، وديما نقول لكم على نار هادئه تبقاي تحركي طول. هكي غير بشويه. واش نزيدو نديرو؟ ها هو بعد ما دار تقلقيش منه خلاص. جيبي هنايا الحليب اللي فيه النشا اللي كنتي ذوبتيه من قبل هكا، وتصفيه في الصفايه، تحطيش هكاك، صفيه هكا الصفايه وبقاي حركي. ونحي الجوانب هادو الجناب. انا ما نحطش الزبده دوك حتى يبدا يقولوا ها يعقد لي، نحط الزبده تاعي دوك تشوفوه. وصبري معاه ماشي تقلقي وتطلقيه، تقولك انا نشريه من برا وعليه تكسر راس هذا. كاينين نسا يحبوا يخدموا حويجاتهم في الدار. شوفوا معايا كيفاه قاعد شوفيه. نجيب ملعقه هكا
هكا تاع الزبده. نخلط غير بشويه تذوب لك هذيك الزبده وتنحي. كتشوفي الزبده هذيك تاعك دابت لك، هيا حبسي. درك نطفي عليها وتشوفوها بعد ما تبرد ان شاء الله. ها الكراميل تاعنا بعد ما وجد، شوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا لي، على خاطر انا درك راني ما نشريش كراميل نستلي، ندير غير اللي نخدم في الدار، وانا حابتكم توليو. الله الله عليكم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوه وتردوا لي ان شاء الله. وحبيت نقول لكم حاجه، حبيت نقول لكم هذه القناه راهي قناه العائله كما نقولوها حنايا، يعني رانا كامل خواتات، ورانا درك شغل عائله كبيره. حبيت نقول لكم اللي تدخل تعلق باحترام، واللي ما عجبتهاش قناتي، يعني واحده ما جات قالت لها ادخلي بالسيف. وهذه الهضره اللي نقولها لك ريما بيلا اللي راهي زادت عن حدها، ونقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، اللي راهو يظلم فيا وانا خاطيني خلاص، لاني راني ندير في واجب، خاطر انا تاني كنت ما نعرفش نطبخ، والحمد لله مع حب الزوج تاعي وولادي تعودي وحدك ديري كلش. على هذه نقول لك الطبخ ماهوش صعيب، حاجه ما هي صعيبه في الدنيا هذه. ورمضان كريم، وصحة فطوركم، سلام.